دخلنا لمدينه مدن الاماراتيه. 3 لاند مارك في الساحل اتعملوا ومقصوده من الدوله. تمام. العلمين الجديده، وفي الضبعه خدها طلعت مصطفى ساوث ميد، ومؤخرا الديل الاكثر اقتصاديا مدن الاماراتيه في تاريخ مصر الاقتصادي. اكبر مخزون دولاري، هو يمكن اللي موقفك على رجلك دلوقتي. ال 121 مليار دولار اللي دخل في خزانه الدوله، منهم 40 او 45 او 50 مش فاكر الرقم مليار دولار هو مخزون دولاري اوتوماتيك. معلش انا قلتها قبل كده في الفيديوهات بس بما اننا اتكلمنا فيه. اوتوماتيك هذا المخزون الدولاري مع مخزون من الذهب، البنك المركزي بينور عنده النسب بتاعه التضخم، الانفليشن تقل، يروح عامل دليل ان هي قلت. ايه ممكن انا بكون بقول لك كلام، الفوائد بتاعه البنك قلت ولا ما قلتش؟ ومتوقعين، سيبك من الموضوع السياسي اللي حصل بتاع الدول اللي بتضرب في بعضها، سيبك من الموضوع دلوقتي، دي ازمه وهتعدي والموضوع هيرجع. ده زياده كاذبه للدولار، دي زياده غير حقيقيه للدولار. ممكن تصب في الفتره دي فقط على العقار بالزياده، ممكن مش اكيد، ممكن مش اكيد. يعني اللي يستغل هذا الموضوع من مطورين، فاصل الدولار زاد، الدولار زاد عشان بيساهم في الحديد والاسمنت وتمام، والعربيات اللي بتنقل فالسولار بيزيد والمحروقات بتزيد وغيره، تمام مفيش مشكله. بس كلنا عارفين ان هي مؤقته ان شاء الله وهتعدي. وربنا يحفظ طبعا الدول العربيه كلها، سواء الامارات، السعوديه، الاردن، البحرين، كل الناس المحترمه اللي انا على كونتاكت معاهم دايما. طيب، فرجوعا للنقطه، 3 لاند مارك اللي عملتهم الدوله، العلمين الجديده تمت وبنجاح. بالمناسبه الامارات كانت نازله تشتري هذه المدينه العلمين بعد لما احنا بنيناها بالتاورز، حسن علام والشركات الكبيره اللي راحت بنت الابراج وغيره. عرضنا اوفر بالمدينه دي بس كان برقم غالي، اعتقد 250 300 مليار دولار. تم الرفض وتم الاتفاق على راس الحكمه، اميز منطقه في الساحل الشمالي، راس الحكمه نفسها، كتطوير من مدن الاماراتيه، كشركات مصريه تخش تشتغل في عماله وهتنشط عندك القطاع الخاص برضو شويه، كاستثمارات طبعا، كشراكه مع الدوله بنسبه ارباح طبعا. فالناس اللي بتقول الارض اتباعت واحنا بنبيع اراضي، انا ما بحبش ادخل في النقط دي، انا ماليش علاقه بيها، ولكن انا بقول لك دي اتفاقيه عالميه معروفه في كل الدول اسمها البي او تي، حق الانتفاع، واخدها الامارات 99 سنه. اوكي، حق انتفاع، تطوير وتشغيل وارباح مع ارباح الدوله وغيره. وبعد كده هتبقى بتاعت مصر عادي جدا، لان لا يملك احد في اي بلد ان هو يبيع قطعه ارض نهائي لحد تاني. وحضرتك عايز تتاكد اسال من هذا في هذا الموضوع. طيب، رجوعا، فالثلاثه لاند مارك ساوث ميد اتعملت ليه في الضبعه ومدن الاماراتيه. فشوف، هاخد الامثله دي عشان اعرف اشرح لك مدن، ما انت عشان تعرف قيمه مدن في انهي كاتيجوري وقيمه ساوث ميد وقيمه العالمين لازم مقارنه. الفئه A و B و C. A و B و C بالمناسبه مش في نوعيه البشر، الناس بتفهم بس الكلام ده ان هو انا كاتيجوري A وانا كاتيجوري B فانا متوسط. لا، في البنفيتس بير كوست، في اللي بتاخده حضرتك مقابل اللي بتدفعه. يعني حضرتك لو في الفئه المتوسطه وقادر على الوان بيدروم اللي ب 13 مليون في مدن الاماراتيه، في حضرتك تدخل الكاتيجوري A عادي. فالكاتيجوري ايه بنفيتس يعني ايه؟ فاسيلتيز معموله متحمله على سعر المتر، متحمله على لوكيشن واكسسبيليتي وايز لاحلى قطعه ارض في الساحل. فكل الباكج دي بتتضرب لمساحه الشاليه وغيره وغيره وتشطيبه والكلام ده، كل الباكج دي بتتضرب في خلاط وبتطلع سعر. فالسعر ده يا في قدرات حضرتك يا مش في قدرات حضرتك. وساوث ميد ال 4500 مدينه، والعلمين الجديده الاقل شويه في التيكت برايس. تمام كده، يعني فيها التاورز ب 40 مليون، التو بيدرومز على 12 سنه او ب 45 مليون. فدي قوه شرائيه عاليه جدا في اميز تايب فيها. مبدا واحد، عشان كده انا جبت لك الثلاثه دول. في الثلاثه دول لو انت بتفكر تستثمر بهذا الغرض ابعد عنه. حتى في مدن الامارات والاستثمارات، حتى في مدن. تمام كده، ان انا داخل اشتري عقار بغرض اعاده البيع، اصرف نظر عن الموضوع ده نهائي، لا في العالمين طبعا ولا في الضبعه ولا في مدن الاماراتيه.
الله، امال ايه بقى؟ امال اعمل ايه يعني؟ لو هتدخل كاند يوزر، حابب اند يوزر يعني بيتك خلاص هيبقى بيت اول بقى، احنا اتفقنا، حابب يكون ده بيتك الاول وتستخدم كافة الخدمات دي كلها وتبقى في مدينة بين قوسين، وتبقى في مدينة، يعني ايه في مدينة؟ تفتقر الخصوصية شوية، يفتقر فيها عامل الندرة شوية مهما كان المطور. اديني بقول اهو، مهما كانت مدن الاماراتية هي مدينة، وحط نفسك مكان المطور، انا عايز منها اقصى استفادة ممكن، فمش هفكر فيك قوي في مدينة اعمل لك خصوصية واعمل لك مش عارف ايه، هو يعمل لك فاسيلتيز حلوة جدا، ولكن ان انا راكد لا، انا عايز ابيع، انا عايز اقعد ابيع، ومبدا انا عايز ابيع. لو حضرتك شاري في فيرست لونش السنه اللي فاتت مدن، مش هتعرف تبيع دلوقتي. يبقى كده عرفنا مين اللي ما بيفكرش في مين، اللي لو بيفكر في احتياجات كده ما يدخلش المدن دي. يبقى طب هل هي مش هتتباع مدى الحياه؟ لا هتتباع طبعا، مفيش عقار ما بيتباعش، مفيش عقار ما بيتباعش، بس الاستثمار عباره عن مده ببيع امتى، وسعر اشتريت بيه وصل لكام، وسهوله البيع ولا لا، وتايب عقار، نوع عقار نادر ولا في منه 1000 وحده زي كل اللي انا قلتهم دول. ده باختصار، ده انا بفهمك ايه يعني ده باختصار شديد يعني لو جبت لك امثله، كل ديفلوبر هتلاقي عنده الهيرو تايب، هيرو تايب هو ده هتلاقي عليه اكتر ديماند، وهتلاقي يعني لما اقول لك الوان بدروم في مدن الاماراتيه 41 شاليه فقط، يبقى ده ايه؟ لحقتها يبقى يعني هتتاخر برضه هتتاخر. ليه بقى تتاخر؟ تعال ندخل بدل ما انا بتكلم عام كده في تفاصيل المدينه نفسها. المدينه 44 الف فدان، تمام كده. المساحه البيعيه لمدن الاماراتيه اللي هي هتبيع فيها كام؟ 12 الف فدان فقط. ادي كده من ال 44 انا كمدن هبيع 12 الف فدان. ال 12 الف فدان مكانهم فين؟ في الخليج كله، على هنزل لك طبعا الصور دي كلها على راس الخليج من فوق، هي واخده اميز حته فوق، اللي ابتدى من فوق الشمال نزل فيها وادي يم السنه اللي فاتت. وادي يم 2000 فدان. هقول لك السيلينج بوينت قوي في المدينه، وهقول لك تاكيدا لكلامي اللي انا بقول لحضرتك عليه. نزلت بكام؟ نزلت كام فدان؟ قول لي كده. 2000 فدان. 2000 فدان. انت عارف مراسي كام فدان؟ 1500 فدان. يعني انا عايز اقول ايه من الكلام ده؟ مراسي من 2008 9 لما ابتدى طرح لحد 2025 26 اللي احنا فيها دي فول خلاص، هو ابتدى يخلص بيع في 2023 24. قعد كام سنه؟ من 10 ل 12 سنه يخلص بيع 1500 فدان فقط. هو مشروع كامل 1500 فدان. فطبيعي جدا كل اللي اشترى الفيلا اللي ب5 مليون او ب7 مليون زمان، البرايم اللي اكبر مساحه اللي دايركت الفيرست رو على البحر، الكلام ده ما طبيعي جدا يبيعها دلوقتي ب 200 و250 مليون جنيه ريسيل بعد كام سنه. انت فاهم؟ شوف انا مش معترض لو قادر وناوي ومن جوه. ما انا بقول لك قبل ما تشتري، بدل ما فندم بيع وبعد سنه سنتين ثلاثه، انا بقول في المشاريع بتاعه الساحل كاستثمار 3 4 سنين، من 3 الى 4 سنين تبيع. ده 250 فدان، ديفلوبر قوي 80% فيلات 20 شاليهات 250 فدان، خلص خلاص سولد اوت. مش هتعرف تشتري مع ازها او رمله او الاسامي المحترمه دي الا في ده. فريسيل يطلب طبعا، اللوكيشن بتاع، فهنتكلم بقى في العوامل كلها اللي بتخلي الموضوع في اعلى ار. طيب فرجوعا لمدن، اول فيز 2000 فدان حلوه جدا للاند يوزر، لان الاسعار منطقيه دلوقتي. 1 بدروم 13 مليون هي اغلى من الماركت ب 3 4 مليون، اغلى من ال1 بدروم في الساحل الشمالي ب 3 4 مليون. ماشي، دول تكلفه الفاسيلتيز الخطيره اللي انا هاخدها، بس مش هتدخل تشتري هذا العقار وتبيعه بعد 3 4 سنين. يا 3 4 سنين دول ابتدوا كونستراكشن، هنزل لك صور كونستراكشن. طبعا هي ملاءه قويه جدا. مش هتدخل تشتري هذا العقار، انا بسجل على نفسي بقى، انا بسجل على نفسي قدامك اهو اللي هتشتري. خلاص بعد 3 4 سنين هات الفيديو ده لو لينا عمر يعني. خلاص ليه؟ ما انت لازم تعرف
سيستم الديفلوبر في نزول وطرح الوحدات عامل ازاي. اللي اشترى في ساوث ميد من سنه سنتين او من سنه يعني، عارف تبيع. وده طلعت مصطفى بقى عاملها لك على 10 سنين ساعتها ساعه اللونش، تمام، وخدتها سعر شهر وفي السنه بدفعه والكلام بتاع طلعت مصطفى لطيف، على امل ان حضرتك تبيع بعد سنه اللي هو في 2025. حضرتك عرفت تبيع ليه؟ 1.5% دلوقتي لو انت عايز تشتري على 12 سنه. الله، بقى انا اروح ادفع لك على وانت واخد على 10 سنين اوفر وانا قدامي في الشركه على 12 سنه ب 1.5% مقدم، اقل من المقدم اللي انت دافعه واكتر في مده السداد. مش مهم سعر الوحده زاد 3 4 مليون، مش مهم، بس انا ادفع الكاش ده كله ليك ليه؟ هل طلعت مصطفى قال لك ان انا خلي بالك هتشتري على 10 سنين وانا هعمل لك 12 سنه؟ اكيد لا. هل طلعت مصطفى غلطان؟ لا. الراجل عايز يبيع، والراجل من انجح المطورين، يكاد يكون رقم واحد في السوق العقاري المصري. هي دي الاستراتيجيه اللي بيمشوا بيها. هو عايز يبيع وفي نفس الوقت هيكسبك، بس مش دلوقتي، مش هتكسب دلوقتي خالص في كونسبت المدينه، مدن معروض فيها كام الف واحد، مش تكسب دلوقتي. حضرتك فاهمني؟ فهل ده هيتكرر؟ ما يتكررش ليه في مدن يعني وهي يمكن 20 ضعف ساوث ميد؟ يعني الكونسبت اللي انا بقوله لك ده اللي حصل قدام عينك، لو ليك قرايب اشتروا، ليه ما يتكررش في مدن؟ لا، هيتكرر في مدن لو مش هتعرف تبيع طبعا بعد سنه سنتين ثلاثه لان خد السيكونس ده على مدار السنين. يعني السنه اللي جايه هتلاقي مدن اناونسمنت ببيمنت بلان اطول السنه، اللي بعدها عملوا تايبس جديده ونزل مكان احلى بسعر مش غالي قوي، فهتفضل المدينه طبعا ده كوست كنترول. اللي عامل له الكوست كنترول ده مكاتب عالميه، هتعرف امتى يكسب في كل مرحله، وامتى تتباع كل مرحله بسهوله عامله ازاي، وتميز عامل ازاي عن المرحله للتانيه. معلش الناس اللي اشترتها تصبر شويه. فده كونسبت لازم تقتنع بيه. هل ده يقلل من مدن الاماراتيه؟ مستحيل، لا يقلل طبعا. انا بقول لك المنهجيه اللي لازم تكون عارفها وانت داخل تشتري هذا العقار. فمن ال 44,000 فدان، 12,000 فدان بتوع مدن كبيع، نزل منهم 2000 فدان، وادي المتبقي من المرحله لسه طبعا هنقعد نبيع فيه سنين وسنين كتير. تمام؟ هقول لك الاسعار والمساحات والتقسيمات دي في الاخر، افهم معايا اللي انا عايز اوصله لك. طيب، باقي المساحه مقسمه الى سب كونتراكتور او سب ديفلوبر، يعني مدن هي الاونر مالك الارض والمقاول العام بقى، عايز باي لغه حضرتك تفهمها، وهتنزل معاه. ده كان من ضمن الاتفاق في المؤتمر اول ما حصل موضوع مدن ده، وهتنزل معاها اولا الشركات الخاصه بالامارات، وعلى راسهم الدار الاماراتيه واعمار. الدار الاماراتيه يعني بحجم الدار الاماراتيه في الامارات المنافسه لاعمار، وبحجم صادق، ما هي الدار الاماراتيه هي اللي استحوذت على صادق. ايوه، يعني معنى كلامي ان صادق هتنزل بارض في طبعا ادي اهو اناونسمنت للماركت ليك، صادق نازله بارض جوه راس الحكمه بكومباوند جوه 300 فدان 400 فدان 500 فدان. ما المعلومات غير معلنه طبعا، بس الخبر اكيد. اعمار طبعا هتنزل بارض جوه راس الحكمه. بالم هيلز نازله بارض جوه راس الحكمه. تمام؟ طب انا بعمل كده ليه؟ لا ده طبيعي، وممكن اورا كمان واوراسكوم يدخلوا كمان كده اوراسكوم او اوراسكوم ككونستراكشن داخله مشاركه في انشاءات. طيب، ادي كده بشرح لك مين كمان اللي داخل جوه، يعني غير مدن وبيعها شخصي، المطورين دول داخلين. ما بحبش اشرح فاسيلتي ازاي، مين اللي عامل الماستر بلان؟ اكبر مكتب عالمي WATG. بينوي مشارك كمان في تشغيل الكوميرشال ارياز، ومكاتب عالميه، مكاتب انجليزيه في الاستشارات الهندسيه، وكل البنفيتس اللي حضرتك تتخيلها ولا تتخيلها طبعا محطوطه جوه. لان دول الخليج والامارات برضو ما بتعملش حاجه لو كواليتي، بتعمل الاعلى دايما في كل حاجه، وهم عندهم اكسبيرينس طبعا في الامارات في الموضوع ده، فاحنا نثق فيهم جدا. طيب، وباقي المدينه او باقي ال 44,000 فدان ده ما بين اكبر تاورز موجوده في الشرق الاوسط، معرفش في العالم ولا في الشرق الاوسط، كمكاتب اداريه. يعني في مكاتب اداريه تاور على البحر المتوسط، اكبر مارينا يخوت
في العالم ده، في العالم فعلا، لان هو هيشيل 2500 باث، رصيف سفن، 2500 سلوت، قول يا سيدي زي الباركينج سلوت كده، تمام. فده اكبر مارينا هتتعمل في العالم، موجوده جوه. مطار هيتعمل جوه، كل الخدمات. رجوعا بقى لكلامي، هو بيعمل كل الخدمات دي عشان بيت تاني؟ يعني هيدفع حجم المليارات دي عشان بيت تاني هو كمدن بقى، كامارات بقى، ولا عشان تكون مدينه قابله للعيش للمعيشه طول الحياه؟ خلاص كده يبقى الكلام بيأكد بعض. استراتيجيه الدوله ثم المطورين بيعملوا ايه في مشاريعهم الكبيره. لان طيب هو معناه ايه ان انا هعيش طول السنه؟ معناه ان انت الساحل الشمالي لما يخلص انت شاري عقار، والعقار ده خلاص على في ال5 سنين الى 10 سنين اللي جايين مفيش حاجات تانية تتباع في الساحل، وانت شاري في اسم كبير او اسم متوسط او اسم قليل، مفيش تاني حد يشتري، فده بيخلق ديماند. ما هو ده بقى اللي انا عايزك تقفز فيه، اللي كنت بقوله لك في بدايه الفيديو، بالنظره او بالفكر. فهتحط نفسك في حته لو انت شاري هذا العقار للاستثمار الطويل شويه في مدن، انا بتكلم على مدن مش بقيه مشاريع الساحل. بقيه مشاريع الساحل فيها حاجات على طول، اول ما تستلم على طول نبيع او نأجر، زي ازهى، زي رمله، زي نماذج كتير ناجحه في الساحل الشمالي. النسبه الاقرب للاستثمار هيكون استثمار ايجاري ولا اعاده بيع؟ لا، ايجاري. ممكن تتاخر فيه كمان شويه بس ايجاري، لان كمان اللي بيخدم المشروع ويريحك في الاستثمار الايجاري هو الفاسيلتيز اللي عاملها، اللي بتكوميونيكيت مع الانترناشونال سبيكس. خلي بالك بقى، هو عامل سبيكس عالميه، مواصفات عالميه بتخاطب الشريحه الانترناشونال. ممكن يجي لك ناس من اليونان، ممكن يجي لك ناس، ما هو ايه الفاسيلتيز؟ ما هي اليخوت والمطار ومش عارف ايه، فهو مدعمك برضه. يعني هو مدعمك عشان تعرف تستثمر. والبحر المتوسط من تاني او تالت احلى بحور العالم، وبفضل اللي احنا امنين، البلد امنه، فده بيعلي من استثمارات البلد وبيطمن المستثمرين وبيطمن الناس كلها. وديك شايف اللي احنا فيه. مين اللي عمال الديماند يزيد عليه كبلد بقى مش كمشروع؟ هي مصر، عشان بفضل ربنا اللي احنا فيه. تمام كده. فده كونسبت مدن باختصار اللي انا عايز اشرحه لك. خلاص كده. تفاصيل المشروع تاني غير الفاسيلتيز وغير الفدادين وغير، هو نازل بتو فيزز، البيتش بلازا والبوليفارد. البيتش بلازا تقدر تختار ما بين سي فيو، جولف فيو، وبول فيو. البوليفارد هتقدر تختار ما بين الجولف فيو والبول فيو فقط. عامل اكبر ملعب جولف في العالم، يعني 18 جولف كورس، ملعب كبير جدا. ده بيفيد مين؟ مشروع برضو الفاسيلتي، في فاسيلتيز معينه بتفيد الاند يوزر. يعني انا كمؤجر، كام في المية من المؤجرين هيجوا يلعبوا جولف يعني. فده شريحه معينه من الناس اللي هي في الحته دي بتروح تشتري هذا العقار كاند يوزر، ثم بعد كده ممكن تاجره، ومعمول لها الفاسيلتيز دي عشان هي هتبقى عايشه طول السنه اولا، وعشان هم بيلعبوا الحاجات دي. طيب لطيف قوي. فالبيتش بلازا فيها الشاليهات متشطبه بالتكييف، خلاص كده متفقين في المرحلتين. البيتش بلازا بس معمول فيها الابلاينسز، يعني محطوط فيها كل الاجهزه الكهربائيه وكله بيتشطب بالمطبخ، يعني بالكيتشن كابينتس، بس دي زياده عنها شويه. فالوان بدروم هناك ب 17 18 مليون في البيتش بلازا، والبوليفارد الوان بدروم من اول 13 مليون. لو هتاخد رايي، لو مفيش اجهزه تخليني ادفع 7 مليون جنيه فرق، الفيو اللي هيفرق في البيتش بلازا. لو خدت سي فيو يبقى هنا تدفع له، لان اعلى تميز دايما في الساحل الشمالي هو البحر، ان انت شايف البحر، ده اعلى تميز. وهيبقى اعلى تميز في اعاده البيع لو انت بقى مستثمر، فتاخد السي فيو لان مفيش منها كتير وسعرها غالي، فيبقى انت بس. والايجار طبعا، سعر الايجار في الحاجات السي فيو بيبقى غير سعر الايجار في الحاجات البول فيو او جولف فيو حتى. وتايبس الفيلاز من التاون هاوس ميدل من عندك من اول 35 36 مليون، برضو متشطب بالباكج اللطيفه دي. بيمنت بلان لطيفه مريحه، مش اجريسيف قوي ومش مرنه قوي برضه، لانه مش هيعمل لك
على 12 سنه و13 سنه والكلام اللطيف ده. اتمنى اكون لميت لك موضوع مدن ده بالكامل وغير معارض للمدينه. انت لو احتياجك جاي في الحته دي يبقى مش هتلاقي احلى من مدن الاماراتيه اللي تلبي هذا الاحتياج اللي احنا شرحناه بقى في الفيديو. لو بغرض بعد 3 سنين لا مش هقدر اتحمل كاش تاني، فلازم العقار يتأجر او لازم العقار يتباع، فدي ده ليه شريحه تانية خالص من المطورين وستيج تانية خالص تشتري فيها في المشاريع، فدي على جنب خالص. فارشح لك انك تصبر لو انت في الحته التانية دي بسرعه دي، لا تصبر، لان حاليا مفيش فليبنج اعاده بيع كفارس لونج كتير. هو اللهم اسم واحد وهو ازهى ديفلوبر، انا بقتنع بيه جدا جدا جدا، ومش انا بس اللي بقتنع بيه، ده هو على ارض الواقع. مش عايزين بقى ندخل في تفاصيل كتير من هو حسام الشاعر وعمل ايه قبل كده وغيره، لكن ده ديفلوبر يستحق منك كل التفكير، وخصوصا في اللونش الجديد اللي نازل بالبيمنت بلان الفلكسبل جدا اللي هو عامله. تمام. اتمنى اكون ما طولتش عليك، وشكرا جزيلا للمتابعه، وان شاء الله انتظر بقى الابديتس الجديده في الماركت في سوق العقار. شكرا جزيلا.